السلام عليكم اصدقائي حبايبي على كواي وعلى اليوتيوب. بشكركم جدا طبعا على تفاعلكم، بشكركم جدا على المشاهده. النهارده عايز اكلمكم في حاجه مهمه جدا، اللي هي ايه؟ ان جمال عبد الحميد فضل فتره كبيره جدا جدا شاغلنا بحته ان النادي الاهلي اثناء ما كان هو لاعب في النادي الاهلي وعمل حادثه ان النادي الاهلي تخلى عنه. الكلام ده ملوش اي شيء من الصح، ما فيهوش اي حاجه صح. ليه؟ لان جمال عبد الحميد اثناء الفتره دي ما كانش ملتزم. جمال عبد الحميد ما حاولش يرجع نفسه، كان بيغيب يوم وبيجي يوم، حتى التاهيل والمتابعه لعلاجه ما كانش بيحضر. كل الناس اللي بتجيله طلعوا اتكلموا في الكلام ده، وكان اخرها امبارح الكابتن محمد عباس النجم الكبير اللي كان في وسط كوكبه كبيره جدا من النجوم، منهم الكابتن محمود الخطيب وجمال عبد العظيم وفتحي مبروك ومصطفى يونس ومصطفى عبد وصفوت عبد، جيل كبير قوي 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 كان موجود فيه.